حتى تسمية أسود الأطلس محمد التي يتبناها المنتخب المغربي هي في الأصل، لو نعود للتاريخ للأصل، هي تسمية جزائرية، هي تسمية للجزائريين. لماذا؟ لأنه الأسد، جبال الأطلس التي ينسب إليها هذا الأسد، الجزائر تملك تقريبا نسبة 70 أو أكثر بالمئة من نسبة هذه الجبال. نعم. لذلك الجزائر أولى بهذه التسمية. لماذا نختار الفنك على حساب الأسد؟ صحيح أن الأسد أصبح بحث أسود الأطلس، قلتوا احنا خديناها منكم، واخويا راه أسود الأطلس، لا الأطلس احنا اللي ماخدينه، نتوما راه عندكم ماشي أسد، نتوما راه ثعلب الصحراء، حنا أسود الأطلس اخويا. ولكن شوف نقول لك واحد الحاجة ماشي جديدة عليكم، وانتم الكتبية اللي في مدينة مراكش قلتوا ديالتكم، جبل تبقال قلتوا ديالكم، حتى باب المغاربه اللي موجود في فلسطين قلتوا الحجر ديالو خادوا بومدين ومشى بنا به الجزائر، باب المغاربه تما. ماشي كلشي دايز عليكم، كلشي نتوما باغيينه، وهاد كمل.